لو ما سيبناش مسافة كافية بيننا وبين اللي قدامنا بنعمل حادثة. من أهم الدروس اللي علموها لنا في السواقة زمان إنك تسيب مسافة كافية بينك وبين اللي قدامك، ولما كنا بننسى القاعدة دي كتير عملنا حوادث لينا وللي قدامنا. ونلاقي إن إحنا مع الوقت بنبتدي ما نسيبش مسافة قوي زي الأول مع الخبرة، بالذات لو سايق ورا حد أنت عارفه واثق فيه كويس. نفس المبدأ ده بالظبط في العلاقات، محتاجين إن إحنا في الأول ما تبقاش المسافة قريبة ونفتح قلوبنا على طول ونفتح بيوتنا ونفتح أسرارنا، عشان ساعتها احتمال ان احنا نتصدم والحادثه النفسيه بيبقى عالي. وفي نفس الوقت ما اسيبش مسافه كبيره واتجنب الدخول في علاقات اصلا عشان انا خايف، لان احنا لما بنسيب مسافه كبيره قوي في الشارع قدامنا عشان نتجنب الحادثه بنلاقي العربيات بتزمر واحنا معطلين الدنيا. وكذلك في العلاقات لما بسيب مسافه كبيره قوي وبتجنب اصلا دخولي في علاقات عشان انا خايف، انا اللي ببقى عطلان وعلاقاتي متعطله. والانسان ما يعرفش يعيش لوحده بالفطره، محتاج ومن اصعب الحاجات عليه انه يكون معزول نفسيا. فمحتاجين نلاقي مسافه امنه متزنه نكون مطمن لها، وناخد الوقت الكافي ونتدرج واحده واحده وخطوه خطوه في اي علاقه جديده عشان نحاول نحمي نفسنا. وبعد كل ده وبعد ما بنتعلم السواقه ساعات بيحصل حوادث برضه، فلو ساعتها حصل في علاقاتنا حادثه نفسيه بيكون الواحد عمل اللي عليه وما عندوش حاجه يلوم نفسه عليها.